الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في قناة مطبخنا المصري. والنهاردة ان شاء الله هنعمل بسكوت بالكاكاو او بسكوت ال10 دقايق. والمقادير بتاعته والمكونات بسيطة زي ما احنا شايفين. هنا كوباية ونص دقيق، معلقة بيكنج باودر، بيضة، معلقة كاكاو صغيرة، نص كوباية زيت، ونص كوباية سكر وفانيليا. ودلوقتي هنبدأ على طول. البيضة وعليها الفانيليا ونضيف السكر وهنقلب بقى. هنضيف الزيت ونستمر في الضرب كده بمضرب يدوي. ودلوقتي حطينا معلقة البيكنج باودر على الدقيق وهنقلبهم مع بعض. وهنبدأ ننخلهم. طبعا الدقيق حتى لو منخول بننخله كمان، بننخله تاني عشان يعني يدخل الهواء فيه. بس خلصنا كمية الدقيق وهنبدأ نعجن. بس كده ادي شكل العجينة، وبنقسمها نصين بالظبط على قد ما نقدر يعني. وهنضيف الكاكاو على نص منهم. وهنبدأ نعجن في الكاكاو مع الجزء اللي قسمناه. هنعجنهم كويس مع بعض لحد ما يمتزج الكاكاو مع العجينة. ودلوقتي قسمناهم لاتنين وعملنا طبعا دي بالكاكاو ودي الابيض السادة. هنبدأ بالابيض اهي، بنعملها كور صغيرة كده. ودلوقتي هنعمل اللي بالكاكاو اهي. هنعملها برضو نفس الحجم بتاع كور البيضة.
هنعمل نفس العدد الكور البيضاء قد الغامقة. هنبدأ بقى نجمع واحدة بيضة وواحدة غامقة كده بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. تلاتة أبيض وتلاتة غامقة ونجمعهم بنفس الشكل ده كده. اهي وبنبرمها على ايدينا كده، بتدينا شكل المروحة. وممكن نجمعهم برضو من غير ما نلفهم كده ونلزقهم في بعض، برضو بيدي شكل وردة حلو. اهي يعني لو مجرد ما جمعناهم كده هتنفع. نكملهم بنفس الشكل ده كده. اهي بسم الله ما شاء الله جميلة. وبنجيب صينية حاطين فيها ورق الزبدة، ونبدأ نرصهم كده وندي مسافة بين الواحدة والتانية. بس. ودلوقتي بعد ما خلصوا وعملناهم بالشكل ده كده هندخلهم الفرن على درجة حرارة 180. هياخدوا 10 دقايق مش اكتر، وهنشوفهم ان شاء الله. وده شكلهم بعد ما طلعوا من الفرن. وده الشكل النهائي البسكوت ال10 دقايق. جربوه ان شاء الله هيعجبكم، وبالهنا والشفا. واذا عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. وشكرا.